السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا امير ودي قناة الربح من الالعاب ومن التطبيقات، والنهاردة هنشرح لعبة جديدة. هي من افضل الالعاب اللي انا لعبتها وهي مسلية جدا. يعني لو انت بتحب الالعاب فاللعبة دي انت هتدمنها، مش هتحبها بس هتدمنها، وفي نفس الوقت هتربح فلوس. فاسمع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف كل معلومة اقولها لك، وايه المشاكل اللي واجهتني وانا بلعب التطبيق وحلتها ازاي وعملت ايه علشان احلها. اول حاجة تعالى نخش بينا على اللعبة ونبدأ نشتغل على اللعبة. بس قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة علشان ما ننزل اي حاجة جديدة توصل لحضرتك على طول. ومتنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وهسيب لك رابط اللعبة دي في صندوق الوصف وفي اول تعليق، وهسيب لك كود الدعوة تكتبه علشان يجيلك 45 جنيه من العملة الحمراء. ويلا بينا نخش في الموضوع بتاعنا على طول. اول حاجة اللعبة بتظهر لك بالواجهة دي، بس بتظهر لك شخص واحد بدل الاشخاص الكتير دي كلها، وبيظهر لك شخص واحد صغير. تمام، وهقول لك ايه لازمتها لما انا كترت الاشخاص دي كلها. هي اللعبة عبارة عن انك بتلعب لعبة زي كده. تمام، وكل حاجة هشرحها لك في اللعبة دي، فاسمع الفيديو لحد الاخر تستفاد بكل معلومة. وهي اللعبة سهلة زي ما قلت لك وممتعة. هلعب اللعبة لحد ما اخلصها وهرجع لك تاني. وبعد ما خلصت الليفل اللي انا كنت فيه ظهر لي الواجهة دي بيقول لي تهنئة. تمام، هنا كسبت كام عملة حمراء؟ 4 عملة حمراء. تمام، وهنا المفروض انا كسبت عملة ذهبية كام؟ 600 عملة ذهبية. ازاي اكترهم؟ ازاي مثلا اكترهم؟ بدل ما هم 600 اخليهم 2000، اخليهم 3000. اول حاجة شايف العلامة اللي هي قدامك دي اللي هي في 2 في 3 في 4 في 5. تمام، فانت بتخلي السهم اللي رايح جاي اللي عمال رايح جاي ده تخليه على العدد اللي انت عايز تضربه فيه. يعني مثلا تخليه على 2 وتروح ضغط هنا، تخليه على 5 وتضغط هنا. فانت لما بتيجي تضغط على العلامة الصفراء دي فهو بيضرب لك في الرقم اللي السهم هيكون عليه. يعني مثلا انا هخليه في 5 زي كده، وهستنى لحد ما الاعلان يخلص وهرجع عليك تاني. وبعد ما شاهدت الاعلان وضغطت على علامة الاكس اللي بتكون في اعلى الشاشة ظهر لي الواجهة دي بيقول لك تهنئة، جالك 4 من العملة الحمراء و3000 من العملة الذهبية. اضغط على كلمة ارى، وكده انت عرفت اللعبة بتتلعب ازاي وايه هي اللعبة اصلا. تمام، فهشرح لك بقى الواجهة اللي ظاهرة قدامك دي وايه كل الحاجات اللي ظاهرة دي. اول حاجة، وانت عايز تكتر الاشخاص اللي هم موجودين لك في الشاشة دول اللي انت بتلعب بيهم، فهو اول ما بتفتح اللعبة بيظهر لك شخص واحد فقط. تمام، فانت ازاي تكترهم؟ فانت لما بتكترهم تضغط على دي لو هم عايز تكتر الصغيرين، ولو عايز تكتر الكبار بتضغط على دي. وهقول لك ايه لازمتهم برضو في الفيديو ده، ايه لازمتهم لما تكتر اللعيبة دي. فاسمع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف كل معلومة اقولها لك. تمام، اول حاجة في حاجة اسمها الدعوة. الدعوة دي اللي هي دعوة الاصدقاء. يعني انت تدعو صديق وهيجيلك 9900 عملة خضراء، يعني حوالي 9 جنيه عملة خضراء و45 عملة حمراء. تدعوهم ازاي؟ هتضغط على كلمة دعوة الان، وبتعمل نسخ المحتوى، وبتروح لأي صديق عندك وبتعمل له لصق اللي انت نسخته، يعني بتعمله له لصق وبتبعته له. ولو انت عايز تبعت له معرف الدعوة بتاعك على طول اللي هو كود الدعوة علشان يجيله الهدية اللي هي 45 عملة حمراء، ففي حاجة هنا اسمها دعوة المعرف دي، فتقدر تنسخها وتبعتها له وهو يدخلها على طول. يدخلها فين؟ رمز الدعوة دي في حاجة عندك فوقها اسمها الاي دي اللي هو الراجل اللي واقف ده، تضغط عليه ومن هنا بتدخل رمز الدعوة وبيجي لك الهدية 45. تمام، وهي دي كانت لازمة الدعوة. واقرا برضو شوية المعلومات اللي تحت دي علشان تفهم كل حاجة فيها في اللعبة. تاني حاجة اسمها النشاطات الترقيمية. النشاطات الترقيمية ديت مهمات بتنفذها علشان تاخد عملة حمراء. تمام، النهاردة هعمل لك اثبات سحب من اللعبة في اخر الفيديو. تمام، هنا نشاط ترقيمي 60 عملة من اللي هي النجمة. تمام، فضغطت عليها واستلمتها وخلصتها. فازاي تجيب العملة النجمة دي اصلا؟ العملة النجمة دي اصلا هي بتيجي من المهمات اليومية. يعني مثلا احنا هنشرح دلوقتي المهمات اليومية. عندك لما بتخش على المهمات اليومية في أسفل الشاشة، فعندك دي كلها المهمات اليومية، هعرفك ازاي تتخطاهم بكل سهولة. تمام، بس هنا برضو هنخش على النشاط الترقيمي. النشاط الترقيمي هي دي كل المهمات اللي موجودة في النشاط الترقيمي. يعني هنا بتجمع 60 وبتكسب اللي هم 245 عملة حمراء، هنا بتجمع 120، هنا 245 عملة حمراء، وهكذا لحد ما تجمع 1500 نشاط ترقيمي اللي هو النجمة، وهتاخد 245
245، يعني كل ليفل من دول بتكسب منه 245. تمام. وكده احنا خلصنا النشاط التراكمي، فهنخش على المهمات اليوميه. المهمات اليوميه هعلمك في الفيديو ده ازاي تتخطاها بكل سهوله. اول حاجه التحميل والعب. انا بص مش هخليك تحمل ولا تطبيق ولا هتلعب التطبيق، هي ثغرة مهمة جدا وهوريها لك في الفيديو ده. اول حاجة نضغط على كلمة انهاء ونعمل كلمة تحميل ونسمع الاعلان لحد الاخر، وهقول لك تعمل ايه بعد ما تسمع الاعلان. وبعد ما تسمع الاعلان ويظهر لك الواجهة دي هنضغط على كلمة تثبيت، بس انا زي ما قلت لك مش هتثبت اي حاجة، وهنخش هنعمل فتح باستخدام متجر جوجل بلاي اكننا يعني هننزل اللعبة. وبعد ما دخلنا على متجر جوجل بلاي هنطلع تاني ونخش على اللعبة بتاعتنا مرة أخرى، وبعدين هنخش على المهمات اليومية. هتلاقي أول مهمة هي اللي كانت هنا اتفعلت، اللي هي ايه، هتلاقي موجودة تحتها في الأسفل بيقول لك انتظر 4 دقائق و22 ثانية. وعلى فكرة أول ما هنعمل أول مهمة نفذناها هناخد عليها جايزة ايه، 140 من العملة الخضراء والنجوم اللي أنا قايل لك عليها اللي هي بتابع النشاط الترقيمي. تمام. 15 نجمة. تمام. تاني حاجة بقى أكمل المهمات التفاعلية. هنعمل لعب، هيظهر لك واجهة زي اللي موجودة قدامك دي، انت مش هتعمل اي حاجة، هتنتظر دقيقة بالظبط. وبعدين هتطلع منين، تضغط على السهم ده كده، وبعدين لو ضغطت ولقيت لسه الخط الاصفر ده ما كملش لحد الاخر فاعمل اكمال المهمة، وهتنتظر دقيقة فقط. وبعدين هتضغط تاني هتلاقي المهمة اكتملت. وبعد حوالي دقيقة هنضغط على السهم مرة اخرى، هنضغط مرة واحدة فقط، ما تضغطش مرتين ورا بعض علشان ما تضيعش الجايزة عليك. هنا كسبنا كام، 1000 عملة ذهبية و4 من اللي هو النشاط الترقيمي اللي هي علامة النجمة. هنضغط على كلمة أرى، وبكده احنا نفذنا مهمة إكمال المهمات التفاعلية. هتلاقي هنا اتحسبت 1 من 5، هما 5 مهمات. تمام. وكده احنا عرفنا إكمال المهمات التفاعلية. هنخش على كل فيديو. كل فيديو دي انت بيظهر لك إعلان، أول ما بتضغط على إنهاء بيظهر لك إعلان. تمام. وهوريك دلوقتي هنضغط على كلمة إنهاء، هسمع الإعلان وهرجع لك تاني. وبعد ما سمعت الاعلان هنضغط على علامة الاكس اللي في اعلى الشاشة دي، وبكده احنا نفذنا المهمة. وهيقول لك تهنئة، كسبت كام، كسبت 45 من العملة الخضراء و5 نشاطات ترقيمية اللي هي النجمة. هنضغط على كلمة ارى، هنيجي نبص هنا مش هنلاقيها، لو نزلنا لحد تحت هنلاقيها موجودة تحت بيقول لك انتظر دقيقتين. تمام. انت كده بتنفذ كام من كام، نتنفذ 5 مهمات، انا نفذت منهم مهمة. تمام. لو جينا نطلع فوق تاني هنلاقي في حاجة اسمها مقاطع الفيديو التيرا الكمية. مقاطع الفيديو التيرا الكمية دي بتحسب لك كل الاعلانات بالمعنى الاصح اللي انت سمعتها في التطبيق. يعني انت لو عملنا انهاء دخلك على اللعبة، ليه دخلك على اللعبة، هنا بيقول لك العب اللعبة واللي هي المضاعفة. شفت انت ساعة ما قلت لك في اول الفيديو تضاعف الرقم اللي هو 600 تضاعفه الى 5 مرات، مرتين تضربه يعني في اي رقم انت عايزه، فهو الاعلان اللي انت بتسمعه ده بيتحسب. وبرضه الاعلان اللي انت سمعته اللي هو بتاع كل فيديو بيتحسب برضو معاه مع فيديو التيرا الكمية. تمام. كده احنا عرفنا الفيديو التيرا الكمية. هنخش على اللي بعده اللي هي اجتياز مستوى. اجتياز مستوى ده بتعمل ايه، اجتياز مستوى انت بتدانيك تلعب اللعبة. هنا بيقول لك بتدانيك تلعب اللعبة كام، 10 مرات، يعني بتعمل ليفل 10 مرات. وبعدها على طول هتلاقي فيه الوقت عبر الانترنت. هنا بيقول لك انتظر 30 دقيقة، يعني بيقول لك دانيك فاتح اللعبة لمدة 30 دقيقة. هما مش 30 دقيقة بالظبط، يعني ممكن تلاقيهم 20 دقيقة، 10 دقائق، 5 دقائق، وتلاقي الوقت ده انتهى. تمام. وكده احنا عرفنا كل حاجة هنا. وبرضه عشان نسيت اقول لك على حاجة، انت كل مهمة بتفعلها يعني بتعملها بتكسب قصادها. يعني مثلا هنا انا خلصتها اللي هو التحميل والعب، نضغط على كلمة يستلم ونعمل ارى، هتلاقي فيه هنا خط اصفر عمال يكمل لحد هنا، يعني هنا كانش فيه خط الاصفر ده. ولو جينا نفذنا اي مهمة تانية هتلاقي الخط الاصفر عمال يكمل. اول ما بيكمل ويوصل لحد دي هيقول لك هنا استلم. استلم اللي هم كام، 2400 عملة اللي هي الخضراء. وبعدها على طول لحد ما تجمع لحد هنا 2400 عملة خضراء، وهنا 2400 عملة خضراء، وهنا 2400 عملة خضراء، وهنا 2400 عملة خضراء. كده احنا عرفنا كل المهمات اليومية وازاي تنفذها بأسهل الطرق ممكن. هنضغط على السهم ده، هنا بقى ظهرت لك الواجهة دي تاني، رجعنا للواجهة الأولى. تمام. هنا بقى هنشرح العملة الذهبية دي. أول حاجة أول ما بتضغط على العملة الذهبية أنت عايز تحول العملة الذهبية بتحولها لعملة خضراء اللي هي العملة دي علشان تسحبها. طب ازاي بتعمل الحركة دي؟ بس أول حاجة أنت لما بتعمل تبديل
ما بتروحش على طول هنا، لا هي بتروح على مكنة الاي تي ام اللي هي المكنة دي. وهقول لك برضو ازاي تتخطى اللي هي المكنة الاي تي ام، لان لها مهمات معينة بتنفذها. تمام. نضغط على السهم تاني ونخش على العملة تاني. انت اول حاجة ما بيظهرش لك علامة اللي هي التبديل دي، ما بتظهرش لك بالاصفر، هي بتظهر لك باللون البني، يعني هي مش شغالة. ازاي تشغل بقى عملية التبديل دي؟ لو جيت تقرا القاعدة اللي تحت هنا بيقول لك ايه: بعد ترقية المهارات القتال إلى المستوى 20 والمستوى 10 على التوالي يمكنك استبدال العملات الذهبية بالأوراق النقدية الزرقاء. تم التحقق. أنا دلوقتي لو جيت تبص هنا على الأشخاص الصغيرين هتلاقي فوق مكتوب الليفل 20، لو جيت تبص على الأشخاص الكبار هتلاقي الليفل 10. لو جيت طلعت وجيت تبص هنا هتلاقي الأشخاص الصغيرين هتلاقي الليفل 20، والأشخاص الكبار هتلاقي الليفل 10 زي ما قلت لك بالظبط. اول ما بتكترهم زي ما انا قلت لك، بتكتر الاشخاص دي زي ما قلت لك كده، تقدر التبديل اللي هي علامة التبديل بتظهر معاك، وتقدر تبدل اي رقم انت عايزه. اول ما بتبدله في قانون عندك موجود تحت على طول التبديل، بيقول لك ال 13040 من 10 بيساوي كام عملة خضراء؟ 32000 عملة خضراء و16 من 10. تمام. كي يعني 1000، وهم 32000 دول بيساووا لك كام جنيه؟ هم 32 جنيه. هنعمل كلمة تبديل هتلاقيها يعني اول ما نضغط على كلمة ارى وجينا هنا نلاقيها صفر. تمام. يعني هنا بقى لما ضغطنا على كلمة تبديل الفلوس راحت فين؟ مع ان الفلوس دي لسه زي ما هي، لسه زي ما هي. الفلوس دي بتروح على الخزنة هنا اللي هي مكنة الاي تي ام. مكنة الاي تي ام دي علشان تقدر تسحب الفلوس اللي فيها وتحولها لفلوس هنا وتقدر تسحبها، انا معايا موجود في مكنة الاي تي ام 260075 من 10 كي يعني 1000. تمام. يعني كلهم بالجنيه المصري هيساووا 265 جنيه بالظبط. ازاي بقى تسحب ال 265 جنيه و75 قرش؟ لازم تنفذ مهمات، هما مهمتين مدينهم لك. اول حاجة للحصول على كلمات بشكل نشط اللي هما النجوم، يعني ادانيك تلعب وتنفذ مهمات لحد ما تخلص المهمات اللي هي الحصول على النجوم لحد الاخر، وبعدين تعمل اكمال. هيظهر لك حاجتين: اول حاجة اللي هو المحاولة 3 مرات، والتانية اللي هو كشف رقم. هتضغط على اي حاجة من الاتنين، بس هحسن لك اضغط على كشف رقم، اوعى تضغط على المحاولة 3 ارقام، لان المحاولة على كشف 3 ارقام دول بيكشفوا لك 3 ارقام وفي الاخر بيطلع لك رقم واحد بس. طب ليه وتذنب نفسك ليه ده كله لما ممكن تضغط على كشف رقم ويظهر لك رقم زي اللي انا ظاهرهم الرقمين دول؟ وهعمل لك فيديو بعد ما اظهر كل الارقام دي كلها لحد الاخر، وفي اخر رقم هظهره هعمل لك فيديو مخصوص علشان اوريك ازاي سحبتها وازاي عملتها. المهم هنخش في الموضوع بتاعنا. لو جيت طلعت كده هتلاقي في قاعدة ممكن تقراها وتفهم منها كل حاجة. وهنا برضو في عد تنازلي، العد التنازلي ده لما بيخلص المهمات دي كلها بتخلص. حتى لو انت بص جايب، يعني اقول لك جايب ايه، جايب 59، يعني بدل ال 24 دي 59، والعد التنازلي صفر زي كده ورجعها لك تاني هيرجعها لك صفر. تمام. هيجيب لك 0 من 60. وهنا برضو في نفس الحاجة في دعوة الحصول على كلمة المرور. كده انا شرحت لكم مكنة الاي تي ام وايه استخدام مكنة الاي تي ام. وبرضو في ملحوظة مهمة لازم تعرفها في مكنة الاي تي ام. مثلا لو انت ممكن تبقى مجمع الارقام دي كلها وتيجي في اخر رقم وتجيبه صح، وفي الاخر يقول لك السحب والكسر العنيف اللي هي تكمل عنيف. لو كملت بعنف هيجيب لك الارقام زي ما هي لحد الرقم الاخير، بس هنا بدل ما هما مثلا كنت مجمع 100,000، يعني ممكن تبقى مجمع هنا 1000 جنيه، فجأة تلاقيهم بقوا 265 جنيه. فعشان كده انا بقول لك لما تيجي تجمع هنا في الاي تي ام ما تخليهمش يزدادوا عن 400، وبعدين كمل عادي، يعني هم 400 وكمل عادي في الارقام، وتقدر تسحبهم وتقدر يتحولوا هنا وتقدر تسحبهم من هنا. ودلوقتي بقى هيجي على دور السحب وازاي تسحب من اللعبة دي. اول حاجه هنخش السحب بالعمله الخضراء، هنضغط على العمله الخضراء كده. ازاي تسحب بقى من العمله الخضراء؟ هنضغط على طريقه السحب، ومن هنا هنضغط مثلا تختار المحفظه اللي انت عايز تسحب عليها، مثلا زي البيبال، بس البيبال ديت بتسحب بالدولار. تمام. فاحنا مثلا نختار فودافون، موجود فودافون اتصالات اورنج، هنختار مثلا فودافون
ونعمل يتأكد بالتأكيد، وبعدين نضغط سحب كل شيء. بس هنا في ملحوظة برضو لازم تعرفها، ان الحد الادنى للمبلغ المطلوب سحبه هو 5 جنيه. يعني ايه؟ يعني اقل حاجة تسحبها من اللعبة هي 5 جنيه. فعلشان كده انا هوقف الفيديو وهكمل لحد ما اسحب مثلا 5 جنيه او 10 جنيه او 8 جنيه، وهرجع لك تاني. ودلوقتي يلا بينا نخش نسحب العملة الخضراء. اول حاجة هنضغط على العملة الخضراء اللي موجودة دي، نضغط عليها ضغطة، وهنا بيقول لك قابل للسحب 7 جنيه. انا مجمع 7790، وقلنا الالف من العملة الخضراء بتساوي جنيه، وال10 آلاف ب10 جنيه، وانا دلوقتي مجمع كام؟ 7790، والحد الادنى هو 5 جنيه اللي هم 5000 عملة خضراء. اول حاجة هنعمل على طريقة السحب، وهنختار طريقة السحب المناسبة لينا. يعني هنختار مثلا فودافون، وهنعمل على فودافون كده، انا عامل عليها عشان كانت متلونة باللون الاصفر، ونعمل تأكيد، وبعدين بنعمل سحب كل شيء. بقول لك هنا ايه رقم الحساب، هندخل رقم الحساب بتاعنا، بس انا عشان كنت مدخله هدخله تاني قدامكم. ودلوقتي انا دخلت رقم الحساب بتاعي، هنضغط على ينسحب. هنا بيقول لك تأكيد، يرجع تأكيد من حسابك، وهو ده رقم حسابي. يعمل يتأكد، وبعدين يعمل ينسحب، ويقول لك هنا ارسل لك النقود. قيد الوصول، يسعدني القبول. هتضغط عليه وخلاص كده احنا بنسحبها. ولو عايز تعرف فين السحب اللي انت سحبته، هنضغط على العلامة اللي فوق دي في اعلى الشاشة، هيجي لك الانسحاب. يعني اللي انا بسحبهم دلوقتي 7 جنيه و79 قرش. ولما يوصلوا هوريكم في الفيديو ده برضه، هوريكم كل حاجة، وهنتظر لحد ما يوصلوا. وبعد حوالي دقيقة لقيتها اتلونت باللون الاخضر ده، وجيت بشوف لقيت فيه الرسالة بتاعت الايداع وصلت ليها. هنضغط عليها، بعدين هقول تم ايداع 7 جنيه و79 قرش. يعني ما كملتش دقيقة والمبلغ وصل ليا. ودلوقتي هنخش على السحب العملة الحمراء. نضغط على السحب العملة الحمراء. السحب في العملة الحمراء بيبدأ من اول 740، تمام، 740 لحد 1900 عملة حمراء، يعني 1900 جنيه بالمعنى الأصح. هنا السحب بيبدأ، أنا مجمع 740 وسحبت 740 بس ما سحبوش معايا. هنا أول ما ضغطت 740 وضغطت سحب، بيظهر لك الواجهة دي، بيقول لك في هنا مهمتين لازم تنفذهم علشان تعرف تسحب فلوسك. أول حاجة حساب الفائدة النشطة. أول حاجة الحساب الفائدة النشطة دي اللي هي المهمات، اللي هي النجوم اللي أنا قلت لك عليها في أول الفيديو إزاي تجيبها، تمام. وهنا بقى حساب الفائدة الدعوة، برضو لازم تدعو 5 أصدقاء، تمام، وبتضغط على كلمة الدعوة. فهنا بقى في الشريط ده الأصفر ده، هو بيجي لك من الصفر، وبتبدأ بقى إنك لما تنفذ المهمات دي بيبدأ يزداد 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 لحد ما تزداد لحد الآخر، وتقدر من هنا تسحب فلوسك. وبعدين هنطلع كده. وده كان اخر الفيديو. ما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان لما ننزل اي حاجة جديدة توصل لحضرتك على طول، وتشير رابط القناة لاصدقائك علشان يستفادوا زي ما انت بتستفاد. وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وتدعي لاخواتنا في كل مكان. سلام.